السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. انساتي ستاتي فلاتي اماراتي، ايه الاخبار؟ كل سنة وانتم طيبين وربنا يعيد عليك الايام بخير يا رب. دلوقتي جايلكوا بعمل الستريبس في البيت بطريقة جميلة اقتصادية نوعا ما. انضف حاجة، والستريبس من الاكلات اللي تعمليها وما تشتريهاش. بمعنى ايه؟ ان انت تعمليها ببيتك على ايدك هتوفري، وانضف واحسن وارخص وكل الحركات. دلوقتي انا جبت صدرين فرخة، ومسكتهم قطعتهم شرايح طويلة وغسلتهم كويس وعصرت عليهم ليمون زي ما انتوا شايفين كده. وبعدين جبت بصلة كبيرة، وجبت طماطمية وسط وقرن فلفل حامي، وضربت ده كله. لو عندك كبة اضربها في الكبة، ما عندكش كبة اضربها في الخلاط، مفيش حاجة هتوقفنا النهاردة. وقمت حاطه بقى عليهم معلقه ملح، حاطه معلقه بابريكا، فلفل اسود، توم باودر، بصل باودر. لو عندك الحاجات دي حطي السبع بهارات، بهارات لحمه الموجود. انا حطيت دلوقتي السبع بهارات، وهحط معلقه كركم، فلفل اسود. تمام حبايب قلبي. سنه كزبره ناشفه مطحونه. كان عندي مشاوي من فراخ المشويه، حطيت معلقه. دي كلها حاجات بتزيد من حلاوة وبتعلي من الطعم وبتبقى جميلة جدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وهنقلبوها مع بعضها بقى تقليبه كده ايه جميلة، وهنخلط كل المكونات مع بعضها. دلوقتي احنا بنتعامل مع ست البيت العادية جدا. انت دلوقتي ما ضربت، ما عندكيش، عندك مثلا توم وبودر، توم باودر وبصل باودر. هتغنيك عن البصل اللي انا ضرباه، وهتغنيك عن التوم اللي انا فرماه. انت حابة بتحبي زي كده التوم البصل الطبيعي الفريش، وبتحبي التوم الفريش، ماشي شغال. اعمليها بالطريقة اللي انت شايفاها دي، بتبقى احلى. والله كانت جميلة جدا. انا بحاول اوفر لك على قد ما اقدر ان انت ما تطلعيش تشتري حاجة من بره، فالثوم الطبيعي والبصل الطبيعي افضل بكتير. وقلبت كله مع بعضه، وهبدأ بقى اضيف الفراخ عليها. وما تنسيش الليمون، عصرة ليمونة كبيرة او ليمونتين. بتحب الخل في الاكل حطي، انتوا مزاجك. هبدأ اضيف الفراخ في التتبيله بتاعتها دي، وهنسيبها في التتبيله دي يا حبيبه قلبي قولي ساعه. هي لو باتت فيها افضل، بس احنا بنتعامل دلوقتي. انت صبحت الصبح، خلصت شغل بيتك ونزلت جبت فرخه، قطعتيها وعملتها ستريبس، تقعد ساعه. تمام. انما لو جبتيها مثلا من بالليل وقطعتيها وحطيتها في التتبيله اللي انت شايفاها دي للصبح، يكون افضل جدا وهتلاقي نتيجه احسن بكتير. كل ما تغيب في التتبيله كل ما كانت افضل واحسن وانضف من بتاعه المحلات. وبصي، ومش هتشبعي منها، مش هتبطلي تعمليها، بصراحه جميله جدا. ولو صدر فرخه هيفرط معاكي كتير قوي، وهيعمل معاكي كميه جميله. ايوه، تلفيها لفه جميله كده اهو، شايفه؟ وتسيبيها بقى، حطها في التلاجة وسيبيها. وهنبدأ نعمل في التتبيلة التانية. هتطلع من هنا من التتبيلة اللي انت شايفاها دي، هتدخل في تتبيلة الكفر اللي هيفضل عليها تتقلي بيه. هنعمل الكفر بايه بقى؟ هنحط كوباية دقيق. على فكرة ده على حسب كمية الفراخ او الستريبس اللي انت عاملاها، ممكن تكون كوبايتين دقيق على حسب. بس انا هحط هنا كوباية، وهحط عليها معلقة بيكنج باودر. الخطوات دي يا جماعة مهمة جدا جدا، انا بجيب الخطوات اللي ما ينفعش تستغنى عنها. لازما معلقة البيكنج باودر، لازما معلقة النشا. وما تكتريش نشا، هي معلقة. ليه؟ عشان ممكن لو كترت النشا مش هيقرمش معاك ويزيدك حلاوة، لا، هيقدد اللحمة معاكي وهيخليها مشددة عاملة اللي بتاكلي كاوتش وناشفة كده. معلقة بابريكا. هنتبل الدقيق، وده معلقة توم باودر، وهحط معلقة بصل باودر، وهحط معلقة ملح، ومعلقة فلفل اسود. انا هتبل الدقيق زيه زي التتبيله اللي هو فيها دلوقتي. ليه يا ام جنه؟ اقول لك ليه. عشان خاطر
ما ينفعش مثلا الفرخة تبقى متبلة والدقيق تحطيه عادي، مش هتحس بالطعم. يعني فين وفين على ما تحس بالطعم بقى اما تاكلي والمش وهتفصل منك. فهي كده افضل حاجة، تتبلي الدقيق زي ما انت شايفة كده. ومعايا كمان لو عندك فيجيتار حار حطي معلقة. انا كان عندي تتبيلة حار للبانيه وحطيت منها معلقة. وانا من طبيعي في الشغل انا ما بحبش ادفق مع اقوم دلقه التوابل مره واحده او اقوم دلقه الميه مره واحده او اقوم دلقه لا، انت خليكي انت ميزان الحاجه في ايدك. حطي المعلقه على مرتين، مثلا ممكن قليله ممكن كتيره كده يعني. دلوقتي انا مش هضيف الميه برضو مره واحده، هقلبها كده عشان ما يبقاش فيها تكتلات. انا عايزاها حرير معايا زي قوام الكيكه. شفت قوام الكيكه لما تيجي تقلبيها تصبها في القالب؟ عاوزاها ناعمه حرير، مفيش كلكعه، مفيش حاجه ملهاش لازمه كده. فانا هقلب بشويش عشان اوصل للقوام اللي انا محتاجاه، مش هدلق الميه مره واحده. وكنت نسيت الكركم، هضيفه. طول الحاجه اللي تنساها وانت بتشتغلي حطيها، مفيش مشكله خالص. حط لايك بوليز، انا جايبه لك اكله موفره لك 1000 جنيه فيها. اهي عدوا جمال بقى يا رجالي. اهو قلبتها بالمضرب كويس قوي، شايفه القوام؟ اهو شايفه القوام جميل جدا جدا جدا. انا عاوزه القوام ده بقى، وحط لايك. شفت بقى جت لوحديها اهي. اهو هبدأ اضيف الستريبس في التتبيلة التانية بعد دي ما قعدت ساعة في التلاجة او اكتر. وهبدأ اقلبها كويس قوي في التتبيلة دي، عشان هتقعد فيها اطول وقت، لان دي هتفضل فيها لحد ما تيجي تقلي. تغسلي بقى مواعين، بتنشري غسيل، بتلمي غسيل، بتشوفي اللي وراكي ايه وبتعمليه، على ما تقعد في التتبيلة دي وتشرب منها كويس قوي. بتطلعيها على القلي على طول. فكل ما غابت كل ما كان افضل، كل ما طولت في التتبيلة كل ما كانت افضل. لازم تغيب في التتبيلة دي يا جماعة عشان خاطر ما تفصلش منك في الزيت. تفصل، تسيب حتة الفراخ وتفصل، فلازم تغيبيها في الكفر بتاعها ده، ما تطلعهاش بدري بدري. كل ما تغيب يكون افضل، كل ما يغيب يكون افضل. وما ينفعش تخفي عن القوام اللي انت شايفاه ده عشان ما تفصلش في الزيت وترجعي ايه تزعلي. دلوقتي انا هعمل الدقيق اللي انا هبدر بيه حتة الاستريبس، هقليها في ايه بقى؟ كوباية دقيق برضو، عليها معلقة نشا، عليها معلقة بيكنج باودر. وهتبلها زيها زي المرة اللي فاتت بالظبط. بصل باودر، توم باودر، فلفل اسود، معلقة بابريكا، معلقة سنة كركم كده بقى. ومعلقة بتاع تتبيلة الفراخ المشوية. هروق عليها برضو معلقة الفيجيتار بتاعتي. يا جماعة انت لو ما عندكيش خالص، حط معلقة فلفل اسود ومعلقة ملح كده، معلقة شطة حمر لو عندك. انا جايالك هتاكلي ستريبس بالموجود في بيتك، احلى ستريبس كمان. هتجيب البابريكا دي بتجيب لك قد كده ب10 جنيه، جميلة يعني مش غالية ولا حاجة. كده على زيت كتير وتنزلي بحتة الستريبس. ما ينفعش تقللي الزيت، لازم أن يكون زيت غزير كتير في الطاسة عشان يسوي منك حتة الستريبس وتطلع مقرمشة وجميلة ومستوية، عشان ما تبقاش متحمرة من بره وطرية من جوه. خلي بالك من الحتت دي كلها، حاجات مهمة وتكات مهمة. وما تقلبيش غير لما تكون الناحية التانية احمرت. ده لونه في الزيت اهو يا جماعة. انا عاملكوا كل التكات وكل الحركات وكل التفاصيل عشان مفوتكوش تفصيلة، بأبسط طريقة وأسهل طريقة، أسهل طريقة ممكنة لعمل ستريبس في وقت قليل قوي. التتبيلة بتتعمل بسرعة والتجهيز بيتعمل بسرعة، هي اللي بياخد وقت بس انت بتغيبي الحاجة، بتغيبي الستريبس او الفراخ في التتبيلة بس عشان تشرب منها وتاخد الطعم والحاجات. وهتاكلي احلى ستريبس بالهنا والشفا.
اهو زي ما انت شايفة. شايفة الشكل، شايفة الشكل حتى في الزيت عامل ازاي. بالهنا والشفا. ومتنسوش الاشتراك في القناة وتفعيل جرس الكل عشان يوصلكم مني كل جديد. بحبكم في الله. شايفة الشكل. بالهنا والشفا. على السلامة. باي.